هل تعرف يا صديقي العزيز شو صاير بالدنيا آخر 15 يوم أو آخر شهر؟ يعني لو كنت عايش على كوكب آخر غير الكوكب اللي نحن عايشين عليه فبدي أخبرك إنه سلامتك. ما تمشي شرجة الروح وقاضي بدربان يو. Oh shit. Here we go again. كيفكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله كله تمام. أوكي يا جماعة، شو القصة وشو هو مضيق هرمز بالتحديد؟ مضيق هرمز هو مضيق يقع بين الإمارات وإيران وعمان. وشو هي المشكلة؟ المشكلة إنه المضيق هذا ضيق، يعني عرضه 40 كيلومتر فقط، يعني إشي ساعتين بالسيارة مسافة. فاللي حصل انه ايران سكرت هذا المضيق، ومن هون التجارة بالخليج وقفت بشكل يعني جدا كبير، وهاي مشكلة كبيرة. اغلب التجارة اللي جاية على الخليج هي بتمر على هذا المضيق اللي اسمه مضيق هرمز. اوكي، لهون فهمنا القصة. شو اللي صار بعدين؟ اللي صار يعني كثير ناس بتجيب طلبيات من الصين، يعني اشي ملابس، هواتف، الكترونيات، سيارات والى ما ذلك. المهم من هون بلش ترند مضيق هرمز اللي ما ظل حدا ما عمل فيديو عليه. خلينا نشوف نبذة عن هاي الفيديوهات. ممكن لو سمحت تفتحوا هذا هرمز وتدخلوا لي طلبيتي؟ انا هتحدى اي ظروف هوصل لك. اوكي يا جماعة، هاي البنت جننتني من اول ما نزلت الفيديو، وصار كل واحد يعمل عليها تعليق وكوميديا لا نهائية. يا جماعة هي بالفيديو تحكي بليز يا بوتين، جايز يا ايران. اوكي يا جماعة الخير، طلعوا بعض الناس اقترحوا اقتراح جنن الامم المتحدة. شو هذا الاقتراح؟ شوفوا معي. يعني انا والله ما افهم هذول الناس كيف يفكروا. لا، ومسمين القناة قناة الملك سلمان. تحية للمتابعين بالسعودية. اوكي يا جماعة الخير، المهم الموضوع تطور كثير لدرجة انه في بعض الناس طلعوا على البحر وراحوا يجيبوا طلبياتهم، لانه هيك بيصير الطلبية. ان الناس زودتها كثير، يعني شو انه ما عندك صبر تستنى الطلبية جاية، فكيف لو انقطع النت هدول الناس كيف راح يعيشوا؟ وبعدين يا جماعة شو هذا شيء؟ هو موقع يعني طلبيات؟ هو شو؟ والله شكلي انا مو فاهمان اي شيء. هذا مال المثقفين مو مالنا نحن. يعني هاي هذا مال المثقفين. يعني مو مالنا انا وياك. لا مو مالنا انا وياك. بس السلام عليكم سموكين سموكات. اليوم ويانا انبوكسينج من ماركة شي ان. غير خليكم. والله يا جماعة الخير، اللي طالب اي طلبية من شي ان فسلم لي. صاروا السمك يفتحوا انبوكسن على طلبياتك. جاهزين، واحتمال مو اكيد نروح العراق. احتمال اذا الله كتب، اذا الله ما كتب جايتكم يا اهل الكويت ويا العراق. والله اي واحد يحاول يدخل مضيق هرمز فورا نوك على اللوبي فورا. شوفوا يا جماعه الخير، بدي انوه على شيء مهم. هلا لكل شخص كان مآمن بكلام ليلى عبد اللطيف، شفت كيف طلع كذب؟ شفت انه كيف هي ما تنبأت بمضيق هرمز؟ يعني مبين انه هي كذابه. اوف، والله هاي اكثر من زحمة سير. حتى شايفين السفن يا جماعة؟ تخيلوا انه بكل سفينة فيها بضائع ملايين الدولارات. الموضوع فعلا مؤذي للاقتصاد العالمي بصراحة. يعني صح انه انا فهمي بالاقتصاد فرنجين ونص، بس يعني مبين انه الموضوع سيء كثير. شوفوا يا جماعة الخير، أنا ما بدي أتمسخر زيادة، لأنه هاي السفن ما تجيب فقط إلكترونيات وسيارات، هاي بتجيب مواد غذائية في دول ما عندها فتستورد وهيك، وفي أدوية طبية وأشياء أخرى كثير. فالله يعين الناس والله عن جد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. اوكي، هو الموضوع حصل بفترة العيد، فالناس كانت طالبة ملابس عيد وهيك اشياء. يا جماعة والله عن جد انتم مدلعين نفسيا. يعني تشتري ملابس من النت وتستناها لتيجي ملابس العيد؟ هاي انزل لتحت على السوق، انزل على سوق الجمعة واشتري اي لبس من البالة. لا حدا يفكر انه يشتري لبس من البالة. فهد، ما فيش حد هيعدي من هنا. معلش اصل انا هشتري كيلو لحمه، هروح اعين التلاجة احسن يبوظ. كده كده هيبوظ. ليه؟ عشان اقطع الكهرباء عن المنطقة كلها. حاضر. فهد.
والله ايران صايره فعلا مثل هذا اللمبي. من شرب الماء من الترمس فتحنا له مضيق هرمز. من شرب الماء من الترمس فتحنا له مضيق هرمز. حجي خليك في مجالك حجي. لا الموضوع صاير مسخره عن جد. اوكي يا جماعه الخير، هاي البنت اللي انشهرت من وراء كلمه افتحوا مضيق هرمز بليز، فراح اشوف الفيديو لاول مره معاكم. جايز نتنياهومات، ممكن لو سمحتوا تفتحوا هذا هرمز وتدخلوا لي طلبيتي وتحلوا الموضوع. ايران بليز حلوا الموضوع ودخلوا طلبيتي بس هاي المره، وارجعوا سكروا عادي، ما عندي مشكله. يا حرام فعلا مسكينه، طلبيتها واقفه بمضيق هرمز. انا بناشد الامم المتحده تروح تفتح مضيق هرمز عشانها وبعدين ترجع تسكر. الطلبيه وبس، شكرا. جايز نتنياهومات، ممكن لو وبعدين اجاني ايرور، يعني هي بتحكي انه النت مات وتحكي بليز وجايز ايران بليز افتحوا المضيق، يعني ما يصير. هي هلا يعني شو بدها تلبس؟ صح انه هي شو بدها تلبس؟ جايز نتنياهو طلع عايش وهذا هرمز ما رح يفتحوه، وانا شو انت من وين تجيبين مصادرك؟ اغراضي ما رح يوصلوني. ايش بدي البس على العيد؟ طيب انا ايش بدي اعمل؟ ممكن اعرف؟ يا حرام عن جد والله حرام، يعني هي شو بدها تلبس بهالعيد؟ تعالي اعطيكي ملابسي. شو هذا؟ يعني هي اهم حركة اعطتها انه اف بليز جايز انتوا وين عايشين؟ الناس الدلوعة هاي بتقتلني يا جماعة، ما اتحمل السماجة. في انها غرقانة مسافة المحيط وبكون عندك إن شاء الله. والبنات زعلانة. انا زعلانه منك. امي كتير متضايقه، لاقوا لها حل على السريع. وبالطلبية هلمانة. طلبيه متى الله يحفظك؟ بعد العيد إن شاء الله. في المضيق غرقان. انا قاعد اغرق بعد، فستانك معي. سبونج بوب هيعمل انبوكسينج اللي ندمان توصل بامان. يا رب توصل طلبية شيء إن. هالامور طيبة، لا سفينة ولا مركب، كله عن طريق الطيران. في شحن بحري وشحن جوي وشحن بري. طلبيه شيء وصلة. اجا الغالية يلا. في انها غرقان. شكله اكثر الناس المتاثرين بالموضوع هم البنات. ورجع الغالي يا مو. إذا ما جاب لك طلبية العيد بنفسه من مضيق هرمز يعني ما بحبك. وسط التوتر والحرب بالمنطقة واللي أثر على طرق الشحن خصوصا اذا ما جاب لك طلبيتك فهو ما يحبك؟ هاي الناس كيف عايشه؟ والله ما افهم. اوكي جايز، كان هذا الفيديو تبعنا لليوم. على السريع في شغله لازم احكيها، اللي هي يعني انه انا عايش في تركيا، فالموضوع مو مؤثر علي، ولا انا يوميا اسمع اصوات الانذار وهيك شغلات، فالحمد لله على نعمه الامن والامان. عمان، فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والله يعين الناس في الخليج، يعني أخواننا وحبايبنا، وإن شاء الله تمر هاي الفترة بخير وسلامة علينا وعليكم جميعا يا رب. وزوروا صفحتي على التيك توك والانستغرام، بعمل هناك سكتشات حلوة كثير، ومنشروني على بعض الفيديوهات يمكن أعمل عليها رياكشن أو ردة فعل. وكان معكم آرام، وسلام.